النهارده هعمل معاكم اكبر كميه من كفته الرز بانجح واسهل طريقه. مستحيل تفك منك او تشقق او يحصل لها اي غلطه. الطريقه دي مظبوطه على الشعره. عايزه اقول لكم من جمالها تاكلوا صوابعكم وراها ومش هيبطلوا يطلبوها منك. بعد النهارده انت هتبقي خبيره في كفته الرز على فكره. تعالوا بينا يلا نبتدي، بس قبل ما نبتدي ليه راجع عندكم ما تنسوش تعملوا لايكات كتير للفيديو علشان انا نفسي الوصفه دي توصل لكل الناس فعلا. في الاول كده هقول لكم على طريقتين ممكن تستخدموا بيهم الرز. اولا بننقع الرز ساعتين في الميه وبعدين بنصفيه كويس ونفرشه كده على ملايه او قماشه نظيفه تحت المروحه، كل شويه نديله تقريبا لغايه ما ينشف خالص وبعدين نطحنه في المطحنه بتاعه التوابل. دي اول طريقه. تاني طريقه ان احنا هننقع الرز ساعتين، لازم في اي طريقه لازم هننقع الرز في الاول ساعتين وبعدين هنصفيه كويس جدا من الميه. لازم نصفيه بالمصفى علشان برضو الكفته ما تفكش منك. كده خلاص انا صفيته. ودي الحاجات اللي انا هستخدمها النهارده: بصلتين حجمهم متوسط، ملعقه صغيره مليانه من الثوم المفروم، واخدت ربطه ونص من الكزبره. يعني استخدموا نوع الخضروات اللي انتوا بتحبوه. ممكن تستخدموا كزبره وبقدونس وشبت، لكن انا بحب الكزبره. جبت الكبه وقطعت فيها البصلتين وبعدين فرمت البصلتين كويس جدا، لازم يبقوا مفرومين كويس. وبعدين هضيف دلوقتي الثوم المفروم. لو مش عندك ثوم مفروم ممكن تستخدمي 4 فصوص من الثوم. وضفت الخضره وهضربهم كويس برده في الكبه. في المرحله دي انا لسه ما ضفتش الملح علشان البصل ما ينزلش بس الميه بتاعته. انا مش محتاجه ان يكون عندي ميه في الوصفه بتاعتي النهارده. ممكن تستخدموا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ممكن تستخدموا نص كيلو. انا المره اللي فاتت عملت معاكم كفته الرز بربع كيلو بس من اللحمه المفرومه وكانت طالعه زي الفل. المهم استخدموا كمية اللحمة اللي هي في إمكانياتكم. أنا ضفت دلوقتي نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكزبرة وملعقة صغيرة مليانة من السبع بهارات أو بهارات اللحمة. بصوا الإضافة دي اختياري لكن أنا بحبها جدا. بحب أضيف ملعقة كبيرة مليانة من خلطة المشاوي، صدقوني بتفرق كتير جدا في طعم الكفتة. لكن لو مش متاحة ممكن ما تستخدموهاش، مفيش أي مشكلة. ضفت كمان ملعقة إلا ربع من الملح، والتمليح ده كان مناسب جدا للكمية دي. هفرمهم كويس في الكبة. ودلوقتي أنا ضفت ربع ملعقه صغيره من الكربوناتو. ولو مش عندك كربوناتو ممكن تضيفي بيكنج باودر، لكن ما تكتروش اكتر من ربع ملعقه عشان ما تفكش منكم. انا استخدمت كربوناتو عشان بيحافظ على اللون الاخضر بتاع الكفته. فرمتهم كويس وبعدين دلوقتي في نفس الكبه انا ما غسلتهاش هفرم الرز بعد ما صفيته كويس. فرمته اول مره كده حسيت ان هو خشن شويه، فجبت الملعقه وابتديت احرك اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان يتفرم كويس. وبعدين شغلت الكبه وبعدين خدت كل كميه الرز اللي انا طحنتها وحطيتها على الطبق. الطبق كان حجمه صغير فحطيته في طبق كبير وابتديت اعجنها كويس. في المرحله دي لازم نعجن كويس لغايه ما الرز يتشرب كويس في باقي الكفته وما يبقاش ليه اي اثر. انا ابتديت اعجن فيه كده. على فكره ممكن تصبعوها بالشكل ده، هي كانت خشنه شويه، في ناس بتحبها خشنه لكن انا بحبها ناعمه، فقلت اديها وش تاني برضو في الكبه، فبراحتكم. بصوا بقى انا هنصحكم نصيحه بخصوص الكبه عشان دايما بتسالوني عنها: ما تجيبوش باي حال من الاحوال كبه تكون اقل من 600 واط. الكبه الصغيره بتاعتي دي الاولانيه كانت 400 واط، فحسيت ان هي سخنت فانا خفت عليها بصراحه، فكملت في الكبه التانيه دي 600 واط فكانت ممتازه بالنسبه لي. اديتهم وش تاني. طبعا انا قسمت العجينه نصين عشان ما احملش على الكب عشان ما تسخنش معايا. وبعدين كده خلطتهم مع بعض وخلاص كده العجينه بقت سهله وهشكلها دلوقتي. لو حابين تريحوها في التلاجة نص ساعه براحتكم، لكن انا دايما ما عنديش وقت كالعاده يعني، فهصبعها على طول. لكن انتوا لو حسيتوا ان القوام بتاعها مش متماسك شويه استنوا عليها نص ساعه، لان الرز طبعا انتوا عارفين كل ما بيقعد اكتر بيشرب السوائل اكتر، فما تقلقوش خالص. بنبتدي نصبعها كده. واحنا بنصبع كفتة الرز لازم نكون دهنين ايدينا بمسحة بسيطة خالص من الزيت عشان تبقى سهلة معانا. بس بصوا بقى صوابع الكفتة ما تخلوهاش تخينة قوي عشان ما تبقاش من جوه كده معجنة وتقيلة، لان كده كده احنا بعد ما نحطها في الصلصة هيزيد حجم الصوابع. وما تخلوهاش رفيعة قوي زي ما بشوف كده اغلب الناس بتعملها رفيعة زيادة عن اللزوم. الكفتة هتبقى ناشفة معاكم على فكرة. فخير الامور الوسط، يعني الحجم ده اللي انا عاملاه معاكم ده ممتاز جدا جدا بالنسبه لي. ممكن تصبعي على ايدك او على الصينيه كده لو انت مش حابه يعني يبقى فيه بصمات للصوابع، لكن انا ما بيفرقش معايا الكلام ده بصراحه. انا صبعت على ايديا عادي. اهم حاجه لازم ندهن ايدينا مسحه بسيطه بس من الزيت. وهكمل الكفته بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم الكميه دي نص كيلو لحمه مفرومه عمل معايا كميه كبيره خالص، دول حوالي 65 صابع.
ممكن تفرزوهم في الفريزر في الوقت ده، يعني لو انتم مش حابين تستخدموا كل الكميه دي. على فكره ربع كيلو لحمه المفرومه ممكن تحطوا له كوبايتين رز، وممكن تحطوا له كوبايه رز، يعني براحتكم. انا النص كيلو بحط له كوبايتين رز. وبرده في مره عملت معاكم الكفته ربع كيلو حطيت لها كوبايتين رز، فالاتنين كانوا حلوين للامانه يعني. دلوقتي انا جبت طاسه صغيره علشان لازم احط فيها كميه حلوه من الزيت، فعلشان ما استخدمش زيت كتير استخدمت اصغر طاسه عندي. بصوا بقى، علشان ما تشققش معاكم الكفته تعملوا ايه؟ اهم حاجه ان هي لازم تكون مغموره في الزيت. فانتوا لو مش مغموره قوي في الزيت ممكن تفضلوا ترجوا كده في الطاسه، بس بالراحه علشان الزيت ما يجيش على ايديكم، علشان ما يبقاش في وش مكشوف من الكفته. الكفته لو في حته مكشوفه منها هي دي اللي بتخليها تشقق لو انتوا لاحظتوا. لكن طول ما هي مغموره في الزيت او متغطيه من كل الاتجاهات بالزيت مستحيل ابدا هتشقق معاكي. انا بوريلكوا قد ايه الكفته متماسكه وما بتفكش ولا بتشقق ولا اي حاجه. بصراحه الطريقه دي مثاليه جدا جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، طول ما انا بقليها في الزيت ريحه البيت كانت مقلوبه، بصراحه ريحتها رهيبه رهيبه رهيبه. جربوا الطريقه دي وحطوا كل الاضافات البسيطه اللي احنا حطيناها النهارده دي، وعلى ضمانتي صدقوني اجمل طريقه هتعملوا بيها كفته الرز. دي كل الكميه اللي انا قليتها، يعني انا تقريبا اقل من نصهم اللي انا قليتهم. بصوا مستويه من جوه وزي الفل، ومن بره كده مقرمشه ولذيذه ولونها رائع. تعالوا دلوقتي نعمل الصوص الخطير اللي هيوديها برضه في حته تانية. انا استخدمت من الزيت اللي انا قليت فيه لان كده كده هو كان نظيف، لكن لو كان لونه غامق ما تستخدموهوش. قطعت اصغر بصلايه عندي فرعايه صغيره خالص كده، قلبتها تقلبتين، وقبل ما تغير لون ضفت يعني حوالي 3 فصوص من الثوم، ما تكتروش. وبعدين اول ما ريحه الثوم طلعت كده مش هستنى لما يغير لون ولا حاجه، ابتديت اضيف الصلصه. دي صلصه طماطم ما هيش معلبه، انا ما بستخدمش اي حاجه معلبه على فكره. دي انا عاملاها معاكم على القناه، وانا بحفظها في التلاجة، بتقعد عندي ب6 شهور على الرف ومش في الفريزر. يعني البرطمان ده عمره 6 شهور، تخيلوا. الاول انا ضفت البهارات، ما ضفتش غير نص ملعقه ملح وربع ملعقه فلفل اسود. وبعدين بعد ما اتسبكت الصلصه بتاعتي، يعني الزيت طلع على الوش كده، زودتها ميه عشان لازم الصلصه بتاعتي تبقى خفيفه شويه. وبعدين قطعت بطاطستين عشان تبقى وجبة متكاملة برضو، وغطيت البطاطس لغاية ما استوت نص تسوية. وبعدين كشفت الغطا، وممكن تزودوها مية لو حسيتوا ان قوام الصلصة تقيل. وبعدين ضفت الكفتة وسبتها كده متغطية بتغلي براحتها على نار هادية. المهم من وقت للتاني اكشفوا الغطا علشان تقلبوها، لان الكفتة بتاعة الرز انتوا عارفين الرز بيشرب السوائل يعني بسرعة، فاحنا لازم من وقت للتاني نكشفها ونديها تقليبه. انا زودتها ميه مرتين، يعني اخدت معايا حوالي كوبايه ونص ميه تانية. بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. هختبرها طبعا بالشوكه، اول ما الاقي البطاطس استوت والكفته شايفين استوت وبتقع من على الشوكه اصلا، خلاص كده تبقى جاهزه على التقديم. تعالوا نقدمها كده مع بعض ونشوف شكلها قد ايه جذاب. بصوا صوابع الكفته طبعا انتفخت وزاد حجمها وبقى فيها بركه كبيره، الطاسه يعني اتملت معانا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا عايزه اقول لكم الاضاءه ظالمه الاكل. هو في الطبيعه لونه احمر والصلصه لونها رائع، يعني اللون ده انا كنت طافيه النور عشان تشوفوا بس قد ايه اللون احمر وجميل. لكن لما بولع الاضاءه عشان الاضاءه عندي فاتحه قوي فبتخلي الالوان مش ظاهره يعني. بصوا بقى الكفته قد ايه متماسكه ومش مفروله ومش مشققه ولا اي حاجه، الحاجات اللي انتوا بتشتكوا منها ولا بتفك، استحاله تفك معاكي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. لو وصلت لغايه هنا بتمنى من كل قلبي الوصفه تكون عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو.